السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. طبعا شكرا جدا على الناس اللي بتدخل عندي وبتعملي بقى لايكات، ومنهم لله للناس اللي ما بتعملش لايكات تمام، لان الفيديو بتاعي بيستاهل 100 لايك. المهم بقى نرجع للحاجة بتاعتنا، نعمل بقى كوباية نسكافيه هنعمله ان شاء الله، وندخل قلت النهارده هنعمل ايه. وبصوا ده 3 في 1، 3 في 1. بصوا هو ليه اضرار بالنسبه للستات، ووحش يعني سمعت عنه، بس ايه، الواحد على حسب المزاج، وانا اصلا كنت بشربه والله. ليه اضرار تمام، بس ايه انا بحبه جدا جدا جدا. يلا بقى ندخل، واعملي لي كوباية، اعملي لي كومنت ولايك من عندك، ويلا بقى هوريكم حاجات حلوة وحاجات تحفة 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 يعني ان شاء الله بإذن الله. واشربوا معايا نسكافيه وهدعي لكم وادعولي، وان شاء الله يا حبايبي دعوة حلوة من عندك تكفي. تمام. ومطوراني ومشرفاني مع قناة نوعاتي مع طيور بيتي، تستفيدي بحاجات، وكفاية اتعرفت على ناس حلوة زيكم. ويلا بقى الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهاردة، وحاجات بسيطة 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 وسهلة. ويلا بقى تابعيني بالنسبة للجروبات، تابعيني بقى على القناة بتاعتي، قناة نوعاتي مع طيور بيتي، والله هتستفيدي بحاجات وانا هستفيد منكم يعني الاتنين. وانا اسفة جدا جدا على الناس اللي بتبدأ تطلب حاجات والله ما بتكونش عندي، بس انا فاكراكم وعارفة، يلا وعارفة هنعمل ايه، وعارفة انتوا عايزين ايه. ويلا بقى نشرب كوباية النسكافيه دي وندوها كده تحفة، ولايك وكومنت حلو، ويلا بقى ايه نأكل الفراخ بتاعتنا. طيب احنا خلصنا كوباية النسكافيه وقلنا بقى ندخل للفراخ بتاعتنا. اللهم صل على النبي. الفرخة العتاقية عاملة 150، وحسبي الله ونعم الوكيل على ياخد الفرخة دي، فرخة من فرخاتي أو مش مسامحة، يعني أنا تعبانة فيه ومشجعانة ومش مسامحة والله زي ما بقول لكم كده. أهو حسبي الله ونعم الوكيل. بص أنا جايباهم صغيرين والله وبربيهم، يعني ما بحبش آخد طير حد، أو حتى لو أنا بنشتريه حرام إن أنا ممكن تكون صاحبته بايعاه لظروف أو كده ونبدأ إننا ناخد الطيرة وكده. شوف انا قلت لكم ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي هياخد الطيرة بتاعتي دي ان شاء الله تقوم في بطنه نار حتى لو هيشتريها، لان انا زي ما انا بستخسر او مش بستخسر بيهون عليا او بيصعب عليا اللي هيبيع الطيرة دي، بيصعب عليا ان انا اشتري الطيرة دي من حد او بتاعت حد، او استغل ظروفه. يعني بصوا بقول لكم ايه، انا تعبانة فيهم والله فوق ما انت تتخيلوا، من دفء، من نظافة، زي ما انتم شايفين السطح اهو، من عناية أكل، من كل حاجة من كل حاجة من كل حاجة. وشجعنا فيهم والله، شجعنا يعني حتى اللي ياخدهم، حتى ياخدهم بأجر أو بمال أو أي حاجة. بصراحة هي منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت كده لأن الظروف يعني حصلت معايا وما كنتش موجودة، وظروف كانت تاخد مني وكده يعني. فاللي شجعان في الحاجة ما بتفلحش وما بتنفعش. اهو شفتوا صغير ازاي بربيه. تربية صعبة يا جماعة، وربي وكده واجتهدي واعملي اللي عليكي، وسيبي الباقي على ربنا، ربنا بيعوض وبيدي كل واحد على حسب نيته والله. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظالم، في كل حد وحش. يعني أنا ما أنا يعني حسبي الله وكلت أمري إليك، يعني لربنا وكده يعني. فبصوا التربية بسم الله ما شاء الله، ما فيش أسهل منها. ووفري وخلي بالك على أهل بيتك، على جوزك اللي هو يستاهل، كملي معاه وعيشي حياتك وابدأي بقى ربي واسعي. لا وحش معاكي الله يسهله ويسهلك، وابدأي بقى ربي وفي بيتك، في بيت أهلك، لأهلك لناسك في البيت، مش مشكلة. التربية حلوة يا جماعة. وواحدة من متابعيني قالت لي
ما بتجيبش همها، دي كذابة. الحاجة بتجيب همها، ولو ربنا مش كاتبلك أو مش رايدلك إنك تكسبي في الحاجة دي، هتبص كده بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعتلك تمنهم. يعني شفت ازاي تمنهم؟ يعني أنا عمري ما خسرت في فرخة لولا ما ربيت، وخسرت في فرخة لولا ما أنا رجعلي تمنها. طيب ايه اللي حطاه ده؟ أنا بحط خل في المية. طب الخل ده وحش للطير؟ مين قال؟ ده أحلى تربية، بديل المضادات والحاجات اللي بتتعب الفرخ وتخليه معاكي وحش، اللي هو البيض، الخل ده جميل جدا جدا، واستخدميه. وبس دي رسالتي، وده الفيديو بتاعي. وإن شاء الله يا حبيبتي يكون الفيديو يكون عجبك. ولو محتاجة حاجة أنا والله فاكراكم، وفاكرة الناس اللي عايزة تعرف بس الظروف، تعرف الفرق بين اللي عليها بيضة ولا لأ. وهربي لكم من أول وجديد، وهنفضل نربي ومش هنبطل. يعني ربنا أهم حاجة يدينا طول العمر والصحة والعافية، والبقية تعوضهم الأيام. تمام، يعني أهم حاجة الصحة والعافية وراحة البال، والبقية تعوضهم الأيام. انتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.